تخيل معايا، عندك 2 أصدقاء، واحد أول ما يدخل مكان يخطف الأنظار، يتكلم بسرعة، ياخد قرارات من غير ما يفكر كتير، والتاني واقف بيفكر، طب أقول كده ولا كده؟ طب أعمل كده ولا لا؟ مين فيهم الحمل ومين الميزان؟ قبل ما نكمل لازم أوضح لك، الأبراج مجرد تسلية وقراءة شخصية بطريقة ظريفة، مش علم نقدر نبني حياتنا عليه. يعني خدها كمتعة، كنوع من إنك تفهم نفسك واللي حواليك أكتر، لكن مش كحقيقة مطلقة. نبدأ مع برج الحمل، أول الأبراج النارية، مولود قائد بالفطرة، شخص لما يدخل أي مكان تحس إن الجو اتغير، عنده اندفاع، جرأة وحب للتجربة من غير ما يخاف من الفشل. ممكن تلاقيه بيبدأ مشروع من غير ما يكون مجهز كل التفاصيل، بس عنده شجاعة تخليه يدخل المغامرة. عنده روح الطفل اللي مش بيخاف يجرب ويغلط، بس في نفس الوقت روح القائد اللي عايز يوجه الناس ويسيطر على الموقف. لكن هنا النقطة الحرجة، الحمل لما يتضايق أو يتعصب مش بيفكر، ممكن كلمة صغيرة تخليه ينفجر، وممكن قرار اندفاعي يغير حياته كلها للأحسن أو للأسوأ. أنا في الناحية التانية برج الميزان، برج هوائي هادي بيميل للتوازن، شخصية دبلوماسية بطبيعتها، مش بيحب يدخل في صدام، بيدور دايما على الحل الوسط حتى لو على حساب نفسه. عنده قدرة يخلي أي مكان هادي لأنه بيكره الفوضى والزعيق، بيحسب خطواته بدقة، وده ساعات يخليه يبان متردد. الميزة هنا إن الميزان نادر ما يغلط غلطة كارثية، لكن العيب إنه ممكن يضيع فرص كتير لأنه قاعد يفكر ويفكر لحد ما الفرصة تطير. دلوقتي تعال نشوفهم في مواقف حياتية. في العلاقات العاطفية، الحمل في الحب عاطفي، سريع، مندفع، لو أعجب بحد ممكن يصرح في أول يوم، بيحب ياخد الخطوة من غير حسابات، ده يخليه شريك ممتع مليان مفاجآت، لكن ساعات يكون متملك أو غيور زيادة. الميزان بقى في الحب دبلوماسي، بيحب العلاقة تبقى متوازنة، فيها أخذ وعطاء، بياخد وقته قبل ما يدخل علاقة، لكنه لما يدخل بيكون عادل وبيحاول يخلي الطرف الثاني مرتاح دايما. العيب ممكن يبان بارد أو متردد، خصوصا لو مش متأكد 100%. عرف الشغل، الحمل زي الصاروخ، يدخل مشروع جديد بكل قوته، ينفذه بسرعة، يدي دفعة لكل الفريق، بس ساعات يسيب مشروع في النص عشان زهق أو لقى فكرة جديدة. الميزان زي المخطط الاستراتيجي، ياخد وقته في دراسة التفاصيل، يوازن بين الاختيارات، وفي الآخر يختار الحل اللي يحافظ على استقرار الفريق، بس ساعات يكون بطيء لدرجة تضايق الناس اللي عايزين سرعة. أنا في الغضب، الحمل بركان، ينفجر بسرعة، لكن الغريب إنه يهدأ بسرعة كمان. الميزان العكس، بيحاول يهرب من المشاكل قدر ما يقدر، لو اضطر يتخانق هيفضل كاتم جواه لحد ما ينفجر مرة واحدة، وساعتها يبقى صعب تهديه. كأصدقاء، الحمل هو الصديق اللي هيدفعك تعمل حاجة عمرك ما جربتها، هتلاقي نفسك فجأة بتسافر أو تبدأ حاجة جديدة من غير ما تخطط. الميزان هو الصديق اللي هيسمع لك وينصحك ويديك حلول واقعية، وجوده جنبك يخليك تحس بأمان حتى لو الدنيا كلها متلخبطة. وده يقودنا لسر نفسي مهم، الناس في حياتهم بيدوروا دايما على اللي ناقصهم. الشخص الممل أو الروتيني ينجذب للحمل لأنه يدي له طاقة ومغامرة، والشخص الفوضوي ينجذب للميزان لأنه يدي له توازن وهدوء. لكن السؤال، مين أصلا أفضل؟ الحمل بجرأته اللي ممكن تفتح أبواب، ولا الميزان بحكمته اللي ممكن تحمي من الكوارث؟ الحمل اللي يخليك تعيش مغامرات عمرك ما تنساها، ولا الميزان اللي يخليك تعيش حياة مستقرة وآمنة؟ دلوقتي جاي لك السؤال اللي هيقسم الكومنتات نصين، لو لازم تختار واحد بس يدخل حياتك، هتختار الحمل بكل اندفاعه وحماسه اللي يخليك تحس انك عايش، ولا الميزان بكل هدوئه وتوازنه اللي يخليك تحس انك مطمئن؟ اكتب في الكومنتات، لان اجابتك دي هتكشف جزء كبير من شخصيتك من غير ما تحس. ولو انت برج الحمل او الميزان، لازم تدافع عن نفسك هنا، خلي المعركة تبدأ.